مشروبات الطاقة مشروبات تنوعت أسماؤها وبقي مفهومها واحدا، يقترن خصوصا بفئة الشباب وينتشر في أوساطهم. منهم من وجد فيها الفاعلية المفيدة، وآخرون بقوا متحذرين من استعمالها رغم حالة اللامعرفة الحقيقية حول صحية استخدامها من عدمه. والله مشروب الطاقة بالنسبة كرياضي ما أنصح به. هل هناك إقبال من الشباب عليه؟ طبعا أكو إقبال، دا أشوف أنا أكو إقبال من الشباب على مشروب الطاقة، بس إحنا كوسط رياضي ما ننصح به. لماذا؟ وهل هو فعلا هل هو فعلا مشروب طاقة؟ أي بس طاقة وقتية إحنا نسميها، مو طاقة يعني دائمية. لماذا لا تنصح بها؟ بها عدة مساوئ، بها مساوئ هواية كثيرة. أي خوفنا من شو اسمه، بس جا نشوف العامل النفسي يلعب دور. وثاني شيء هي الطاقة وقتية، يعني ترافقها عدة مساوئ قلت لك، من ضمنها يعني إذا كان واحد عنده حساسية أو ضعف بالقلب أو هو السبب مشاكل كثيرة. هذه الظاهرة وكما غيرها من ظواهر ذات التماس المباشر بصحة المواطن، كان لدائرة صحة ديالى معها وقفة في متابعة العينات المنتشرة في السوق وإرسال نماذج منها للفحص المختبري، وباستمرار لضمان سلامة استخدام هكذا منتجات لاقت الرواج لدى الكثير من الناس. حقيقة مشروبات الطاقة من المشروبات التي بدأت تلقى رواجا كبيرا عند شريحة واسعة من الشباب والمهتمين ببناء أجسام قوية وفق ما يشاع عنها في وسائل الإعلام. هي من المواد التي دخلت بكثرة وأصبحت ظاهرة في تتناول من قبل الشباب كما ذكرت بعد عام 2003. البحوث والدراسات كانت مهمة جدا في هذا المجال، وقد جرت عدة جلسات في الهيئة الاستشارية لسلامة الأغذية التي تتألف من 13 وزارة مهتمة بسلامة الغذاء. وفي الفترة الأخيرة وضعت نتيجة إلحاح شريحة واسعة من الشباب على اقتنائها، وضعت مواصفة قياسية من الجهاز المركزي لتقييس السيطرة النوعية تحدد نسب ومكونات هذه المشروبات. وما تزال البحوث والدراسات جارية في هذا المجال للوقوف على النتائج المترتبة عن تناولها. لحد الآن ليست لدينا محاذير صحية على صعيد تناول هذه المشروبات، إلا أن البحوث أؤكد والدراسات مستمرة في هذا المجال. بين الشائعة والعلم بقيت ساحة ديالى الحد الفاصل لتراقب وتتقصى صلاحية الاستهلاك لهذا المنتج وغيرها من المنتجات الغذائية. لزوايا صحية، محمد خير الله.